و يمكن ده اللفت هنا ظاهر. وكان ادوني بعض الافكار بتركيب بعض من الحمام الجمعية. ها عشان ده ننزل اليوتيوب. يلا انت عارف شنو. انا هسي يعني كريتيف ازاي كده التركيب بتاع الحمام. لازم الزول شنو يركب العيون القريبة لبعض. يعني انا ادي الزيتية للزيتي كويس، ولا اديها لحاجة كده ايوه تطلع لي فهم انا داير. ايوه كويس، ما اطلع حاجة كده يا زول انا ذاتي يوم من الايام عندي معلوم اقول دي جبتها كيف دي انا. ده كلام صحيح. يعني هسي الملح العيون الملحية الفاتحة دي ممكن انا اديها العيون الترابية حاجة كده بتليق بها. لكن الزيتي لما تديه ولا اسمه شنو الزيتي لما تديه الملحي بطلع لك عيون صفراء، والعيون الصفراء دي ما بتنفع بالمناسبة. ايوه كويس. يعني بقول لك عند الخواجات بجتهم ديلاك يعني طريقة هنا في السودان هنا وبرا مختلفة، لأنه الحاجات دي في تأثير في الأكل والحاجات دي. ده كلام صحيح. رايك شنو في الذكر ده؟ لا والله الذكر ده ما فيه أي كلام. كويس. حتى يا زول عينه زيتية وفصيلة كده ذاته مركبة من جانسن بديفي هاي في ديفي هسي واقع كده في النص. لكن والله ينفع قلت لي يركب مع الانتايه دي ينفع يركب مع الانتايه دي. يلا شنو هسي انا يعني بالنسبة للجناح بتاعه هسي انا ما بقدر بعرف انه شنو الذكر ده جناحه مسافات طويلة ولا قصيرة ليه، عشان الجناح هسي ما تام كويس. لكن هسي مؤشرات الجناح نعم في رقة في الريشة. ايوه دي حاجة كويسة جدا. كويس. حتى الهليكوبترات مربعة وكبيرة. ايوه كويس. بصمة الحمامة ذاته بتقول انه الحمامة دي حاجة كده خطر. يعني ممكن يجي منها اجيال قوية جدا. ممكن لكن بتين لما تدي فرد زيتي هسي زي الفردة دي شفت الزيتية الجانسون القاعدة دي. ايوه الفردة ولا في الصندوق دي. ايوه دي ممكن تديها لا بتطلع حاجة سمحة. كويس. داخل الصندوق دي داخل الصندوق دي مع الفرد ده بتجيب حاجة سمحة. انت ما كمان تحكم باللون هسي كده ممكن شنو مع لونه ده مش الفرد دي قزازية. ايوه الذكر ده قزازي والانتاية قزازية. ممكن يجيب لك شنو خوخي عادي بيجيب خوخي القزاز ده لانه دمه شفته كده فيه خوخي. فيه خوخي. كويس. لازم يا زول يجيب له خوخي. طيب وبعدين يكفي له عين ذاته بتشوف الحمام بتجيب خوخي كيف بيكون هنا اسمه شنو اسمه شنو بتاعت العين دي بتكون غامضة. خلي الدائرة احنا قاعدين نقول لها الكورليشن دي بتكون شنو غامضة يا زول. بتعرف الحمامة دي لما تشوف يلا الفردة دي من بعيد بتديك ملامح بتاعت سواد في عينها. أيوة. وهنا الفردة دي غامضة يعني كده بتجيب لك شنو الدم الخوف بالعين. ايوه كويس. طيب بالنسبة لحكاية تكميل الريش. تكميل الريش ايوه دي الخطوة. انا عايزك تديني فكرة. هسي اديك ده طار له كم؟ ده له يومين بالضبط. بس يومين؟ ما بقى يدور حوالين اللفت. له يومين لكن الجناح قوي. كويس؟ الجناح قوي. لسه بدري. لا رمى ريشة. لا رمى شريك لسه ما رمى والله. لا طلع زاد لانه في صفار في الريش لسه. عنده في صفار لسه ما طلع من الريش. كويس. يعني الفرد انت لو لقيته يا زول الفرد ده طوال يبقى يطير معناته الجناح قوة. كويس. انا كيف اعرف طيب كيف اعرف انه رمى ريشه او 3 ريشات دي بتظهر لي كيف؟ دي بتظهر لك يلا انت هسي عندك فرد هنا حاليا كده طار قبل ده يعني في ايامات متقاربه. ما مشكلة انه لازم يكون الا زاجل ممكن اي حاجة شغله باص اي حاجه
تمام. لانه حتى الريش دي حتى بس اصلا كده حتى ايوه. دي شكل فازة طبعا. ايوه هنا حتى كويس. هسه الفردة دي عملت كم شهر هسه؟ دي زي 3 شهور 4 شهور. كويس. اي تقديرها صح 3 شهور. فضلت 3 رجال. فضلت 3 ريشات. فضلت 3 ريشات عندي هنا من دي طبعا الفوق ديل القوادم 10. الخوافد ديل التحت ديل المايلات اللي تحت دي شايفه؟ الملونات ديل. أيوة الملونات ديل الخوافد وديل القوادم طالعات لفوق، والخوافد شنو 10 كده. يعني الجناح كله فيه 20. بتحد من وين؟ من هنا، بتبدا من هنا. يعني هنا طبعا حتى القوادم حتى الخوافد دي ما عندنا لها مهمه. نعم كويس. اهم شيء عندنا القوادم هنا. ده اللي بيخلي الحمام شنو يشتغل. يعني هسه انا ممكن اعرف لك الحمامه دي مصيرها تلد بكيلو. احتمال ربما قدامها اقل من شهر بتلد الفرد. اقل من شهر بتلد لانه فضل لها 3 ريشات. وبعدين لو في ذكر اكبر منها ايوه اكبر منها نعم يعني الذكر كمل ممكن عادي تلد معه ثاني. هي بتحد وبتشتغل. لكن اصلا كده في الشقلباظات دي نعم. الشقلباظات دي عنيده. شفتها كل لو ما كملت ما بتشتغل كله. ما بتشتغل لو ما كملت كله. الا تكمل الريش. الا تكمل. شفت العشر. هسه انت عرفت البرنامج. ديل تقريبا عمر الزاجل الفروخ ديل هسه بيكون كم بينهم؟ اللي هسه زي اللي جبته لك ده هسه قاعد يحبش في ريشه ده. تحت في الكورنر ديلك يعني في الصفيحه الفروخ. لا البره ديل. ايوه الذكر اللي قدام ده اللي هسه جبته لك قلت لك ده ريش الذكر اللي قدام. ايوه شفته ده انا بقدر لك ده عنده مما نزل عنده اسبوعين كده. ايوه عنده اسبوعين مش يكون كده 14 يوم. لانه انت عارف شنو في فروض كده من تقوم هي بتقوم شنو ضخم. ايوه لو ما خلصت من جسمها ما بتقدر تطير. أيوة. كويس. وبعدين هي تخلص كيف تحاول تحبش عشان الريش يقوى. أيوة. الريش لو قوى ثاني الفرده بتطير عادي. وبعدين يلا هي لما الفرده تطير صح بتكون يا زور جناحها ده بكون قوي ثاني داير تهبش بس داير تطير. قدر ما لقت وقت داير تطير شافت الحمام طار وبتطير لدرجه انه هي لما تكون فرخه جديده ذاته بتكون شفتها شدت معها فلا لما ما بتنزل ذاته. ايوه ما بتنزل. شفتها مرات انت بتقدر تربطها كده ما بتتقبض لك باخذها. عشان كده يا زول الحمام الزاجل ده سبحان الله عنده ميزه كده عجيبه. خلاص طبعا ديل الذكرين اللي انا اديتكم بيه فكره. ودي عمليه تحصل في بعض الحمام انه بحكم انه يكونوا جوز بتاع ذكور عن طريق الغلط ركبوا في صفيحه واحده بيضتين فبيؤدي الى جوز ذكور يكونوا متجاوزين مع بعض لفتره طويله ما لم انك تعمل تعديل وتجاوز كل ذكر لانثى جديده. يلا العمليه دي اصلا كده هي طبعا بيعتبروها غلطه من زمن شنو البيض. انت حاولت بدلت البيض وحاجه زي دي صح؟ نعم. يلا طبعا في حمام كثير بيكون مصير انه شفته يجاوز اخته اللي قامت معه. ايوه كويس. سواء كان الذكر سواء كان الانثى هم بيكونوا عارفين نفسهم الاثنين ذكور لكن شنو دارين يستهبلوا بس. ايوه يلا بكون في امل اي واحد بليم للثاني قش وده بخد في راسه انه شنو ده حيبيض. ايوه وده بخد كده والشغله دي كده بتكون ماشيه بس انت يعني لو ما وقفتها في واحد منهم بيبوظ اصلا. ايوه في واحد منهم بيبوظ. عشان كده انت تحاول شنو تفرزهم سريع. وبعدين يتزاطوا العمليه بتاعت الطالع دي لو اصلا الذكر طالع الذكر واحد طالع الثاني في واحد اصلا بيبوظ. عرفت لانه ما ممكن ذكر وذكر يكونوا قاعدين سوا وانت ما تفرزوا. نعم. دي بتشكل مشكله كبيره. وبعدين الذكر ذاته لو تاني بعدين انت فرستهم وهم اصلا كده خليتهم تموا فترتهم اللي اصلا قاعدين فيها دي. نعم. تاني هو ذاته شفته لو جاوز لي فرده ما حبيض. لو بيض بيض بيكون بتاع هوا ساكت. فاسد. ايوه
بيض هواء. عشان كده انت يا زول من هسي حاول انه ايه اي تحاول شنو نغير لهم تغير لهم كل ذكر نركبه مع انثى. ايوه. نشكر الزميلين والاصدقاء الهواة في السودان على اضافاتهم الجميله، ونتمنى ان شاء الله نقدم حلقات اخرى في الخرطوم بحري المزاد. شكرا.